متابعين أكلات رايقة أحلى أخوات في الدنيا. النهاردة بقى قلنا نريح بقى من الفراخ واللحوم، نعمل أكلات اقتصادية بس ندلعها شوية كده ونديها شوية تكات وحركات. هنعمل مع بعض النهاردة 3 وصفات جميلة جدا جدا جدا. كلنا بنحب الأكل الشعبي بس أنا مدلعاه شوية كده ومدياله حظه، يعني سنتين 3 كده. شايفين بقى الطاجن الخطير ده بشاميل صح؟ انتوا أول لما شفتوه هتقولوا عليه بشاميل. لا يا جماعة مش بشاميل، ده طاجن بطاطس، بس بطاطس ايه بقى متدلعة. نسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. انا معايا 4 بطاطسيات او 5 حسب ما انت عايزة. حسب ما انت عايزة الكمية قد ايه هتعملي، يعني عايزة تعملي كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، بطاطساية واحدة. عايزة تجربي مثلا اول مرة، خلاص تجربي. هنقطعها شرايح متوسطة، يعني مش كبيرة ولا صغيرة. هنقسمها كده زي ما حضرتك شايفة. هنقطعها كلها تقريبا قطع متساوية، قطع متوسطة يا بنات، علشان خاطر لما تيجي تستوي كلها في وقت واحد. هننزل بيها بقى في طبق كده كبير، هنغسلها كويس جدا من النشا اللي بيطلع منها وهنصفيها. بعد كده هنجيب طاسة مليانة زيت وهنحمر كل كمية البطاطس، بس هتتحمر لغاية لما تستوي. مش مثلا ان هي تاخد لون او هي مثلا تقعد دقيقتين 3 وننشلها، لا. انا مش عايزاها نص سلقة، انا عايزة لما اجي اكل البطاطس تطلع البطاطساية معايا واحدة واحدة، ما تكونش مهرية ومعجنة في الطاجن. خليكم معايا واحدة واحدة علشان خاطر هتستفادوا. عجبكم الطاجن ده جدا 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 يا بنات، وجديد ومختلف وطعمه كمان تحفة. مش عايزة اقول لكم كان خطير خطير خطير. تمام كده هنقلب البطاطس كلها علشان خاطر نشوف اللي استوى واللي ما استويش. لازم نقلب بين الفترة والتانية لأن الشرايح غير صوابع البطاطس، يعني شرايح البطاطس غير الصوابع دي ليها سوا، ودي كمان ليها سوا. طيب تمام، هتقولوا لي يا هالة طيب وفايدة التحمير ايه؟ ما كنا سلقناها. لا يا بنات، السلق ليه طعم والتحمير ليه طعم تاني. تمام. السلق لو انت سلقت البطاطس هتكون معجنة معجنة معاكي في الطاجن، وكأنك بتاكلي بطاطس مسلوقة وهيلا عليها شوية حاجات. طيب هنعمل ايه الخطوة الجاية؟ خلاص خلصنا البطاطس كلها، نيجي بقى للخضار. هنعمل ايه؟ انا معايا بصلاية كبيرة، بصلاية كبيرة يا بنات، هقطعها شرايح نفس الشرايح او نفس حجم البطاطس او اقل كمان بحاجة بسيطة، بحيث كل حاجة تكون متجانسة مع بعضها. لما تيجي تحطيها في الطاجن، كل الخضار مع البطاطس مع الحاجات والحبشتكنات اللي هنعملها طبعا دلوقتي، ويكون كلها طعمها متجانس، ما يكونش حاجة مستوية وحاجة لأ، يكون في حاجة شاذة، لأ احنا مش عايزين كده. عايزين دايما الحاجة يبقى ليها نفس. النفس يا بنات ان هو تيجي تاكلي الحاجة تلاقيها متجانسة مع بعضها. قطعنا البصل زي ما حضرتك شايفة كده نفس تقطيعة البطاطس، يعني تقطيعة متوسطة. لو لقيتي قطعة مثلا كبيرة عن قطعة صغيرة، لا قطعيها 2 زي ما انا عملت كده. انا معايا قرن فلفل شطة، معايا قرن فلفل احمر، معايا فلفلتين عاديين جدا، اللي هو الفلفل البلدي العادي بتاعنا الاخضر اللي مش حار. مش عايزين تحطوا فلفل شطة، او مش عايزين او عايزين تستبدلوا مثلا بفلفل اصفر واحمر اللي هو بابريكا الكبير، ليكي حرية الاختيار، بس ما تستغنيش عن الفلفل في الوصفة دي، لان الفلفل تقريبا من اساسيات الطاجن ده. تمام. هنقطعه كده قطع صغيرة زي ما حضرتك شايفة، شرايح او شرايط او قطع صغيرة زي ما انت عايزة، بس انا بحبه شرايح كده علشان يبقى متساوي مع البطاطس والبصل. تمام. لو انتوا يا بنات وصلتوا لغاية دلوقتي ما اشتركتوش في القناة، بتمنى منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس، تضغطوا على زر الجرس وتختاروا المزيد. خلاص. ويا ريت لايك منك وشير، وبتمنى لك كل خير. انا بتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو بتاعي لاصحابكم علشان يعرفوني والقناة تكبر بيكم. هنقطع كمان الشطة زي ما انت عايزة بقى، عايزة تحطي شطة براحتك، مش عايزة براحتك. انا معايا 2 فص توم او 2 سن توم على حسب انتوا بتقولوا ايه بقى. فصين توم كبار، هفرمهم كده فرما مبرحا زي ما حضرتك شايفة، وهنزل عليهم بقى ايه بالفلفل كله، يعني الفلفل مع التوم مع بعض. تمام يا بنات كده تمام. هنيجي بقى على طاسة على النار كده ننزل بيها بمعلقتين زيت. خلاص دي المرحلة التالتة تقريبا كده، المرحلة التالتة. تمام. هننزل بالزيت، وبعد الزيت هننزل بالبصل على طول، نفضل نشوح فيه زي ما حضرتك شايفة كده. هننزل بكل كمية البصل. تمام. اي قطعة كبيرة زي ما قلتلك قطعيها 2.
خلاص هننزل بقى عليها بربع معلقة ملح ونفضل نقلب، وبعد كده هننزل عليها ببهارات تانية عشان احنا ما بهرناش البطاطس، لسه ما حطيناش عليها بهارات او اي حاجة من الحاجات اللي بتدي النكهة. تمام، هنفضل نقلب كده في البصل زي ما انت شايفة. انا يا بنات من النوع اللي بحب اجدد في الاكلات الشعبية، هي مش اكلة شعبي قوي بس تعتبر شعبية، مشوها شعبية. تمام، هندلعها شوية كده علشان يبقى فيه اختلاف، ما يبقاش الشكل كل اسبوع شكل يعني زي بعضه كده. كل يوم نفس الشكل، كل مرة يومين ثلاثة نفس الشكل، لا لازم كل أسبوع كده في إيه تغيير. هننزل بقى بالثوم والفلفل زي ما حضرتك شايفة، وهننزل كده بربع معلقة فلفل اسود، ما تكتروش في البهارات. ربع معلقة بهارات مشكلة، ربع معلقة فلفل احمر. تمام، وبرضه هندوق الحدق يا بنات علشان خاطر نكون عارفين. طيب هندوق الحدق ازاي؟ يعني هنلسع نفسنا؟ لا، شايفين المعلقة اللي بتقلب دي؟ هنمسكها كده وندوقها، نشوف عايزة ملح تاني، عايزة فلفل تاني، نظبط الطعم بقى. تمام، نيجي بقى على الخطوة الأخيرة دي، آخر خطوة. هنجيب معلقتين سمنة، هنحط عليهم معلقة زيت تقريبا، مش هنكتر يعني. تمام، عشان في زيوت كتيرة فاحنا مش هنكتر. ننزل بمعلقة دقيق واحدة، دي معلقة يعني متوسطة يا بنات، مش كبيرة قوي ولا صغيرة، هي معلقة واحدة. نفضل نحمر فيها كده زي ما حضرتك شايفة. هنعمل بديل الكريمة، المفروض يبقى عليها كريمة لباني بس احنا عايزين نعمل أكلة اقتصادية. طيب بديل الكريمة اللباني ان احنا نعمل بشاميل زي ما انت شايفة كده بالظبط. تمام، هنشوف الدقيق اول لما يتحمص هننزل عليه بالحليب. طيب او اللبن، هننزل بكوباية لبن ونقلبها، لو احتاج تاني هننزل عليه بكوباية تانية. يعني معلقة الدقيق احتاجت بالظبط كوبايتين من اللبن، وكل كوباية 150 جرام، الكوبايه الصغيره دي 150 جرام. تمام، لو انت عايزه يعني بالجرام، بس هي مش مستاهله جرامات بصراحه، يعني هي كده حاجه بالنظر. كلنا طبعا شطار وعارفين البشاميل بيتعمل ازاي. معلقه بقى ملح، معلقه فلفل اسود صغيره، معالق صغيره يا بنات، اللي هي المعلقه الصغيره مش المعالق الكبيره. تمام، هنحط عليها برضو بهارات مشكله، بهارات مشكله. او انت عايزه تحطي مثلا معلقه مرق الدجاج زي ما انت عايزه، بس انا اكتفيت بالبهارات المشكله. بصراحه طعم الطاجن خرافه. انا عايزاكم بس تجربوا مره، شوفوا انتوا هتجربوا تاني وتالت ورابع ولا لا. تمام، احنا كده خلصنا الموضوع؟ لا لسه مش خلصنا الموضوع، احنا عايزين ندلع الدنيا بقى يا جماعة علشان ما يبقاش اكل تقليدي. نحط عليها شوية ايه، جبنة موتزاريلا. هنجيب جبنة موتزاريلا، عندك مثلا بشر رومي، عندك شيدر، اي نوع من انواع الجبن، حتى لو فيتا، اي نوع جبنة انزلي بيها على البشاميل عشان يغير طعمه، يبقى طعمه ايه، مختلف شوية. طيب أنا نزلت كده بالبطاطس بعد ما حمرتها في الطاجن، قلت لأ الطاجن مش هينجز معايا، مش هعرف أقلب فيه. فرجعت بقى قلبت البطاطس مع الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو ايه بقى، الثوم والبصل والفلفل. هنقلب كويس جدا علشان الطعم يا بنات والبهارات اللي احنا عملناها. بعد كده هننزل بالطاجن بقى علشان احنا كده خدنا راحتنا في التقليب خلاص. هنرص الطاجن رص كويسة كده علشان لما نيجي ننزل على البشاميل ما يبقاش حاجة عالية وحاجة ايه، نازلة شوية. خلاص هننزل بكل كمية البشاميل زي ما حضرتك شايفة كده، هو مش كمية كبيرة، كمية قليلة بس على قد الطاجن، ده طاجن صغير مش كبير عشان تكونوا عارفين يا بنات. تمام، هننزل بقى بشوية موتزاريلا كده وندلعه شوية. وطبعا هنكون مولعين الفرن وحاطين الشبكة على الرف الوسطاني علشان ايه، لغاية لما يستوي نكون عملنا الأصناف التانية. تمام، هندلعه كده بشوية موتزاريلا زي ما انت شايفة، عايزة تكتري تكتري براحتك. كتري يا حبيبتي، دي وجبة بدون فراخ بدون لحوم، اعملي اللي انت عايزاه، اعتبريها بيتزا البطاطس، انا سميتها النهاردة بيتزا البطاطس. هندخلها الفرن كده ونقول لها ربنا معاكي. طيب الوصفة التانية ايه يا هالة؟ هنجيب الكبة او المفرمة او اي حاجة بتفرمي فيها، شوية توم كده حلوين، 4 5 فصوص توم، معانا طماطميتين كبار. تمام، زي ما حضرتك شايفة كده، طماطم كبيرة حلوة ملحمة، مش طماطم فيها بذر أكتر من اللحم. تمام يا بنات، لما تيجوا دايما تنقوا الطماطم نقوها فيها لحم أكتر من البذر. ومعايا 4 قرون فلفل منهم واحد شطة، هنفرمهم كويس جدا في الكبة. طيب هنعمل بيهم ايه؟ تعالوا بس معايا واحدة واحدة. هننزل بالخليط ده كله في طبق كده، وهناخد منه بس شوية يعني معلقتين مش أكتر. هنيجي بطاسة على النار زي ما انتم شايفين كده، هننزل عليها بمعلقة زيت. طبعا الطاسة مخربشة ولا كأننا شايفين حاجة.
هننزل عليها بقى بمعلقتين من الدقة اللي احنا عاملينها دي بدون اي ملح او اي حاجة، يعني انا مش هملح الدقة كلها. طيب الباقي هنعمل بيها ايه؟ اصبروا عليا بس، اصبروا احنا جايين اهو. هننزل بقى بمعلقة هريسة شطة، دي طبعا كانت معايا في الفريزر. هننزل بقى بإيه؟ ربع معلقة ملح، ربع معلقة فلفل أسود، ربع معلقة من البهارات المشكلة. البهارات المشكلة دي دايما عندي طول السنة، البطرمان يخلص أملاه وأنا اللي بعمله بإيدي كمان. معايا نص معلقة من الكمون يا بنات على الكزبرة. أنا دايما بخلط الكمون مع الكزبرة لأن استخداماته ضعيفة شوية معايا، فبخلطهم الاتنين مع بعض دايما. يتسبك الموضوع الجميل ده. هننزل عليه ايه؟ بالفول. انا عندي الفول لما بدمسه يا بنات لازم اهرسه بالهراسه قبل ما بخزنه في الفريزر، يعني قبل ما بحطه مثلا في الاكياس. انا عملته في رمضان وهنزل لكم ان شاء الله في صندوق الوصف طريقه الفول، تدميس الفول ان شاء الله بامر الله. هكتبها انزلها لكم في صندوق الوصف بامر الله. لازم اهرس الفول بالهراسه علشان خاطر ارتاح، يعني بخرج كده الكيس اخد منه على طول اقلب، خلاص انتهى الفول، انتهى بالنسبه لي. هنقلب كده تقليبه كويسه مع الخليط والدقه اللي احنا عملناها كده. هتبكبك معانا وهتغلي وهتبقى 100% زي ما انت شايفه كده بالظبط. ولا قشره تضايقك ولا اي حاجه تضايقك، الفول زبده 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 قدامك. هل احنا كده اكتفينا؟ ابدا، ما ينفعش. لازم نسيح كده معلقتين سمنه حلوين ونخليهم كده ايه على وش الطبق. طب ليه؟ علشان نفيد ونستفاد. لازم نفيد ونستفاد، دي أكلة لازم ندلعها، أنا قلت لكم من الأول لازم ندلعها. طيب مكان الطاسة اللي احنا عملنا فيها السمنة هننزل بقى عليها بقية الدقة اللي احنا عملناها، هنسيبها على النار علشان خاطر تتسبك كويس جدا. طيب هي على النار هنعمل ايه؟ انا معايا كام بتنجانيه كده، كنت عامله محشي الاسبوع اللي فات، عقبال عندكم يا ربي. انا مش هعملها تاني الاسبوع ده، خلاص هو اسبوع واسبوع لا. فضل معايا كده كام بتنجانيه، فتحتهم وهحمرهم في الزيت. تمام. طيب انا لقيت نفسي كده البتنجان هيفضل كده مع نفسه لوحده كده، قلت لا اجيب 4 5 فلفلات احمرهم معاهم علشان خاطر ما اكسفش البتنجان، ما يبقاش لوحده كده حاجه صغيره كده. تمام. هنقلبهم كده كويس لغاية لما نتأكد إن البتنجان بقى طري جدا معاكي في المستاكة، يعني ما تخرجيش البتنجان وهو ناشف، احنا ما بنعملش مخلل يا بنات. تمام. انا مش عارفة الأكلة دي اسمها ايه عندكم، بس هي أكلة الشعب المصري كلها بيحبها بصراحة. يعني احنا كمصريين بنعشق الأكلة دي، بنعشق الأكل الشعبي بصراحة. طبعا بقية الخليط بيستوي على النار، انا نزلت عليه بقى بربع معلقة ملح، ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل اسود اللي احنا هنحشي بيه البتنجان يا بنات، وهنحطه على الفلفل من فوق. طيب كده الموضوع انتهى؟ لا ما انتهاش. الاول قبل اي حاجة هننزل كده برشة كمون بسيطة زي ما حضرتك شايفة، وانا الكمون عندي عليه كزبرة وعليه ملح وعليه كمان بهارات كتيرة. هننزل عليهم بقى بعصرة 2 3 ليمون زي ما انت عايزة. مش عايزه اقول لك بقى الطعم بيبقى عامل ازاي، اظن يا بنات انتوا شامين الريحه وشايفين ومستوعبين الجمال. انا عن نفسي بعد المحشي والكباب دي اول اكله انا بحبها. معلش بقى معلش، يعني الاكله الشعبيه دي بالنسبه لي حاجه جامده 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 بصراحه، ولازم لا يعني لازم انا ادلعها عشان نعرف ناكل الاكله الحلوه دي. هننزل بقى بكل الخليط اللي حضرتك شايفاه ده كله على الفلفل والبتنجان. انت مستوعبة الجمال؟ انت مستوعبة الحاجات الخطيرة دي كلها؟ يعني انت لما يجي حد يقدم لك الاكلة دي مش هتاكليها، او انت لما تعمليها للولاد مش هياكلوها؟ لا ده هياكلوها وياكلوها وياكلوها بألف هنا وشفا. انا عايزاكم بس تمتعوا عينكم بالجمال ده. شايفين الطاجن عامل ازاي؟ انت لو قدمتيه لحد مش هيستوعب ان ما فيهوش لا فراخ ولا لحوم. كده احنا عملنا 3 وجبات اقتصادية، بدون لحوم بدون فراخ بدون أي تكاليف. بس الجمال والعظمة دي يا بنات تحفة. أنا عايزاكم تجربوها ضروري وقولوا لي رأيكم.